الناس اللي دايما بتشتكي من بهدلة البوتاجاز اثناء ما احنا بنعمل سمك، بنقلي سمك او نقلي بطاطس. يا جماعه ما البوتاجاز اهو، اللهم بارك يعني. وادي التجهيز بشيل السمك، وادي السمك، اللهم بارك. عمليه سهله اهي. ادينا شلنا اول سمك، وادي البوتاجاز، ادي البوتاجاز، ادي البوتاجاز يا جماعه. عمليه سهله. واديني حطيت واحده تانية جديده اهو قدامكم. النار اثناء ما انت بتحطي السمكه لازم تكون واطيه. وبعدين هنغطيه، وبعد ما غطيت هبدأ أعلي النار. ايدي النار عليت يا جماعة. دي سهلة وبسيطة، بس انتي يعني متسهلهاش على نفسك. ادي كمان الحيطة اللي جنب البوتاجاز، يعني مفيهاش أي دهون نهائي، مفيهاش أي دهون نهائي. وادي أول سمكتين اللهم بارك. ادي البوتاجاز عشان متبقاش بكدب عليكم، يا دوبك نمانين بسيطة جدا من الزيت، وانا بفتح الغطا. بس بتتمسح بسهولة، مش محتاجة غسيل بوتاجاز. هتقولي لي يا رشا هو السمك بيتغطى عليه بتقليه؟ اه بيتغطى عليه. ليه لا؟ ده كده بيطيب اسرع وبيتحمر بسهوله. البخار بيساعده ان هو يستوي من القلب كمان قبل بره، وبيكون اسهل. جربيها ومش هتندمي. وادي اخر سمكتين حطيتهم معاكم اللي هم دول، بسم الله ما شاء الله. يعني قربوا، يعني السمك كله عامه ما خدش نص ساعه معايا في القليه. اللهم بارك. لا الزيت مش محروق، اللي هيبص للزيت لا مش محروق، دي بواقي دقيق. واديني خلصت اخر سمكية، اللهم بارك. نعمل بقى طبق سلطة كده لذيذ معاه، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما تيجوا تاكلوا معانا سمك. وادي البوتاجاز، وادي الطاسة. بصوا يا جماعة انا هشيل الطاسة. ادي البوتاجاز، اللهم بارك. يعني حاجة بسيطة جدا هتتمسح، مش مستاهلة الغسيل. واحسن حل للدهون انك تغسلي الحاجة وهي سخنة. لازم ما تنسيش بسم الله في قلبك كده قبل ما تنزلي اي حاجة سخنة في الحوض. وادي البوتاجاز بعد ما خلصنا السمك، وادي السمك يا جماعه عشان ما تفتكروش ان ده فيديو تاني خالص. ادي البوتاجاز بعد قليه السمك، يا دوبك خد مسحه بسيطه بفوطه فتره. بمنتهى البساطه الدهون طلعت، لو في نقطه دهون طرطشت على البوتاجاز. وادي الحيطه يا جماعه، اللهم بارك. في ايديكي انت ما تتعبيش نفسك، يعني خلي ايدك دايما في البوتاجاز، خلي ايدك دايما في المطبخ. مش هتضطري تغسليه ولا هتتعبي ولا يجيلك اكتئاب من نظافه المطبخ.